إحنا أخدنا في الجزء الأولاني الترانسفورم دوت بوزيشن، التايم دوت دلتا تايم، والفيكتور 2. إحنا هنبني عليه بقى في الجزء ده. إحنا الجزء اللي فات كنا بنحرك الجيم اوبجكت من خلال إن إحنا نزود على ترانسفورم دوت بوزيشن، يعني نكتب ترانسفورم دوت بوزيشن ونغير الفيكتور 2 ده كل فريم. نكتب مثلا اكس بوس ونزود على اكس بوس كل فريم، فساعتها احنا كده بنغير البوزيشن كل فريم. طيب دي كده مش حركة حقيقية. دي مش حركة حقيقية ليه بقى؟ عشان احنا كده مش بنحركه، كده مش بنديله سرعة. احنا في الحقيقة كل اللي بنعمله كل فريم بنغير موقعه، كأننا بنعمله تليبورتيشن كده كل فريم، فبيروح من هنا لهنا، من هنا لهنا، من هنا لهنا، من هنا لهنا، وهكذا. بدليل ان هو مش حركة حقيقية، انك انت لو جبت حيطة قدامه وحطيت على ده كولايدر 2D وحطيت على ده كولايدر 2D، هو مش هيخبط فيها، هيعدي، عشان ما فيهاش اي فيزياء، ما فيهاش اي سرعة، ما فيهاش اي فورسز. طيب ازاي بقى ممكن ندي للجيم اوبجكت ده الفيزياء بحيث ان هو يكون مقيد بقوانين الفيزياء ونديله جاذبية وهكذا؟ بريجيد بودي 2D. ده كومبوننت ممكن تحطه على اي جيم اوبجكت. احنا حاطينه على السكوير دوت مثلا وهو اتأثر بالجاذبية، ولكن لو شلناه مش هيكون ليه جاذبية، مش هيكون ليه أي فيزياء أصلا. طيب إيه لازمة ده بقى؟ الريجيد بودي 2 دي ممكن نحدد من خلاله حاجة اسمها velocity. velocity دي يعني سرعة. يعني بدلا من انك انت تقول للجيم اوبجكت تختفي من الترانسفورم من البوزيشن دوت وتروح للبوزيشن ده، وتختفي من البوزيشن ده وتظهر في البوزيشن ده وهكذا، لا انت بتديله سرعة حقيقية، كده بقى بيتحرك فعلا. ودلوقتي لو اديت لده ريجيد بودي 2 دي وكولايدر وحطيت قدامه حيطة واديت لها كولايدر، هيخبط فيها، هيقف هنا. طيب ازاي بقى ممكن نديله velocity؟ هو لازم عشان نديله velocity اصلا يكون الجيم اوبجكت ليه الكومبوننت بتاع ريجيد بودي 2 دي ده. طيب احنا كمبرمجين العاب لازم بنعمل حاجة قبل ما نقدر نستخدم الريجيد بودي 2 دي في الكود بتاعنا. احنا لازم الاول نعرف متغير rigid body 2D، فهنكتب private rigid body 2D وبنلخصه بنقول RB. طيب هل ممكن نستخدم RB ده على طول؟ لا، ما ينفعش، عشان RB لغاية دلوقتي ملهوش قيمة. ازاي بقى نديله قيمة؟ نكتب RB equals زي اي متغير، تكتب الاسم equals بعد كده القيمة. القيمة هتكون ايه بقى؟ game object dot get component. انت لما تكتب game object dot get component يبقى انت كده بتاخد component من الجيم اوبجكت ده، وهتكتب rigid body 2D عشان تحدد ان انا عايز الكومبوننت اللي اسمه rigid body 2D اللي متركب على الجيم اوبجكت ده. وطبعا لو الجيم اوبجكت ده مش متركب عليه rigid body 2D هيعمل error. طيب دلوقتي ممكن نستخدم velocity. بالنسبة للفيلوسيتي بقى، الفيلوسيتي غير البوزيشن. احنا في البوزيشن كنا بنحدد موقع، فعشان نحركه كنا بنخلي x بلس 1 بعد كده 2 بعد كده 3 بعد كده 4 بنزوده على الاكس. ولكن في الفيلوسيتي لا، احنا بنستخدم اتجاه. يعني انت لما تقول له new vector 2 وبتديله 1 و 0، يبقى كده انت بتخليه يتحرك 1 الى اليمين كل ثانية. شايفين ده يعتبر اتجاه.
يعني احنا لو مثلا عملنا الكارتيشن دايجرام وحطينا الجيم اوبجكت هنا، هيتحرك قدام من هنا. لو حطيناه من هنا هيتحرك من هنا. لو اتحرك من هنا، لو بدأ من هنا قصدي، هيتحرك من هنا، كله بسرعة واحد. غير بقى لو قلنا dot position equals، عشان لو قلنا dot position يعني transform dot position، لا هيوديه 1 0، هيوديه هنا. يعني ده أول ما يبدأ هيوديه كده، ده أول ما يبدأ هيوديه كده، هيوديه للموقع اللي اسمه 1 0. طيب ومينفعش طبعا نضربه في time dot delta time، علشان velocity أصلا سرعة بالثانية. هنكتب rb dot velocity وهنديله بقى الاتجاه بتاعنا، عايزينه يروح 1 إلى اليمين كل ثانية كده. ولكن لما نعمل كده هنلاحظ إن في حاجة حصلت، هو مش هيتحرك بس إلى اليمين، نسيت أحط سكريبت. هو بيروح إلى اليمين بس بيقف لما يخبط في الأرض، ده عشان احنا ادينا له جاذبية. طيب احنا عشان نعالج المشكلة دي هنتعلم عن الريجيد بودي 2 دي، عن كل الإعدادات بتاعته. دايناميك يبقى هو متأثر بكل أنواع الفيزياء، اللي هو لو في أرض هيحتك معاها، لو هو انت اديت له فورس هيعمل دراج، لو خبط في حاجة الماس بتاعته أعلى هيتأثر أقل. ولكن كينماتيك بقى لأ، كينماتيك انت بتديله فيلوسيتي وبس كده. حتى شايف دلوقتي دايناميك ليه عددات أكتر بكتير، ليه الماس والدراج والجرافيتي، وهنخليه كينماتيك دلوقتي ملهوش أي حاجة من الحاجات دي. دلوقتي ريجيد بودي مبسط خالص، بحيث إن احنا ممكن نستخدمه لإن احنا نحدد الفيلوسيتي بتاعه بسهولة، بس كده هو بيتحرك. طيب لو خليناه دايناميك احنا ممكن برضو نخلي الجاذبية بتاعته زيرو. لو شغلناه هيتحرك بنفس الطريقة عشان خلينا الجاذبية بتاعته زيرو. جميل أوي. طيب عايزين نخليه أسرع شوية، عادي ممكن نضرب الفيكتور 2 في 3 بحيث إن هو يتحرك 3 في الثانية، أو ممكن نكتب على طول هنا 3. دلوقتي بقى بيتحرك 3 في الثانية. طيب ده دوت فيلوسيتي. احنا لما نقول دوت فيلوسيتي يبقى احنا بنحدد سرعته، بنديله سرعة وخلاص على كده. نديله سرعة مرة واحدة بس وهو بيكمل بنفس السرعة دي لغاية ما يخبط في حاجة ويوقفها. طيب احنا لو مكناش عايزين سرعة، لو كنا مثلا عايزين نخليه ينط، يبقى كده مش هنستخدم سرعة، عشان لو استخدمنا سرعة إيه اللي هيحصل؟ لو استخدمنا سرعة في النط يبقى هو هيطلع فوق إلى الأبد. ولو استخدمت سرعة بحيث إنك أنت تديله سرعة في الأول شوية وبعد كده توقفها، يبقى كده مش هينط بالطريقة العادية بتاعتنا اللي هو ينط كده، لأ في الحقيقة هو هينط كده، مش نطة عادية، كأنه بيطير كده في الأول وبعد كده ينزل بطريقة كده، ده مش حلو. عشان كده بقى عايزين نديله قوة دفع، عايزين نديله فورس. الفورس دي كأنها زقة كده، انت بتزقه في فريم واحد بس
وبتخلي باقي القوانين الفيزيائية تأثر عليه. وده اللي بيحصل لما تحدف كورة في الهوا مثلا. يعني لو حدفت كورة في الهوا انت كده بتديله فورس في الأول على فوق على طول، ولكن دي مش سرعة ثابتة، لأ هنا السرعة أسرع من هنا، وهنا السرعة أسرع من هنا، يعني عمال يبطأ أكتر وأكتر وأكتر لغاية ما يبطأ خالص ويبدأ ينزل تحت. طيب ازاي بقى نديله جاذبية، معلش، ازاي نديله بقى فورس، نديله قوة دفع؟ هنستخدم دوت ات فورس، برضو ده من خلال ال RB الريجيد بودي. ات فورس ده ميثود ليه أقواس وأول حرف كابيتال. طيب احنا هنكتب بقى في الأقواس دي حاجتين، يعني في كوما، هنكتب هنا الاتجاه وهنكتب هنا النوع، نوع نوع قوة الدفع، عشان عندنا كذا نوع من قوة الدفع. خلينا نجربها في الكود. بس ده معناه برضو ان احنا هنخليه يبدأ من الأرض وهنديله جاذبية بحيث ان هو يقع تاني. طيب النط عامة بيكون ب force mode 2D dot impulse، فالاتجاه بتاعنا فوق طبعا new vector 2 0 1، وبعد الكوما بنكتب النوع force mode 2D dot impulse عشان يكون مرة واحدة بس في فريم واحد بس. وكده لما احنا نشغل اللعبة المفروض هينط، المفروض هنديله فورس إلى فوق وهيرجع تاني. طيب النطة كانت صغيرة جدا، هو يا دوب طلع حتة صغيرة قوي وبعد كده نزل تاني، فممكن نزود الرقم ده شوية. اهو نط. طيب هنعمل مثال تاني، عايزين لما ندوس على حاجة، لما ندوس على سبيس مثلا ينط، هنكتب if input dot get key، هنجرب get key و get key down، هقول لكم ايه الفرق، انتوا هتشوفوا اصلا الفرق. key code dot space يبقى هيعمل force. راح فين؟ هو في الحقيقة دلوقتي طاير عند، عمال يطير أكتر وأكتر عند 10,000 واي وكده. ليه بقى؟ عشان احنا اديناله الفورس دوت على أكتر من فريم. يعني أنا دوست على سبيس بتاع نص ثانية، النص ثانية دي يعني حوالي 30 فريم، نقول إن هي 30 فريم يعني، يبقى أنا كأني اديت له فورس 30 مرة عشان ده بيشتغل على ده، بيشتغل كل فريم. طيب ازاي ممكن نديله فورس مرة واحدة بس، نديله فورس على فريم واحد بس بحيث ان هو ينط زي ما احنا عايزين وما ينطش زيادة قوي عن اللزوم، ما نديلهوش فورس زيادة قوي عن اللزوم. نكتب داون.
دلوقتي اهو مبقاش بينط زيادة عن اللزوم. وطبعا هو بينط في الهوا برضو عشان احنا مديلناهوش شرط بحيث ان هو لو لامس الارض يبقى ممكن ينط. دي ممكن تيجي بعدين ان شاء الله.